عماد كودك، انت فين النهارده؟ احنا النهارده في دمياط الجديده مع اهم واقدم محل مجوهرات. مين؟ مجوهرات السنباطي. جينا نصور معاه في برنامج اصل الحكايه. طيب ما تيجي نشوف. معايا ومعاكم النهارده في برنامج اصل الحكايه من دمياط الجديده المهندس محمد سمير السنباطي من اقدم محلات دمياط اكتر من 50 سنه. طب ما تيجي نشوف الحكايه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. عايزين نتعرف بيك النهارده ونعرف اهل دمياط مين السنباطي واصل التاريخ في اصل الحكايه. اصل الحكايه طبعا تاريخنا بقى من البدايه خالص. انا وارث المهنه دي عن والدي الله يرحمه. هو كان فاتح محل في الزرقاء، مدينه الزرقاء، محافظه دمياط. بعد كده اخويا اخده وانا فتحت هنا في دمياط الجديده من سنتين تقريبا، وباذن الله مكملين يعني ان شاء الله مدى الحياه، سنباطي دايما على طول. مجوهرات السنباطي في اصل الحكايه، خليك معايا. ومعانا نصيحه لاهل دمياط الجديده من السنباطي للمجوهرات، تحب تنصح ايه للعملاء بتوعك في دمياط؟ بننصح الناس دايما ان يكون معاها ذهب، لان هو ده اللي جاي وهو ده المستقبل وهو ده كل حاجة. النهاردة لما بنقول للناس اشتروا ذهب، احنا مش بنقولها كده وخلاص، لا. دايما انت لما يبقى معاك ذهب بيسندك فيما بعد، بيبقى معاك احتياطي لأي أزمة بتمر بيها، بيبقى معاك رصيد في وقت زنقة. تمام، دايما الذهب هو الملاذ الآمن في الادخار والاستثمار. وبما ان احنا بننصح العملاء دلوقتي، فسؤال مفاجئ، تحب تنصح الناس ان هم يشتروا مشغولات ولا سبائك؟ تمام، هي السبائك كويسة وكل حاجة، بس الفكرة ان انا النهاردة مش هاجي البس سبيكة او مش هستعملها. السبيكة دي هاخدها هعينها في الخزنة عندي وشكرا. تمام. طبعا المشغولات، ما هاجي النهاردة اجيب غوشتين، اجيب اسورة، اجيب كوليه، الاسرة بتزينوا بيه. تمام. تمام. النهارده السبيكه انا حاططها كوجه استثمار، بس ان انا مستني مثلا يبقى معايا الدهب يزيد، او ان انا احط فيها مجمد فيها قرشين كده وفي وبس. بيشتريها عشان مصنعيه قليله. مفيش مشكله، في النهارده دهب يزدي باقل من مصنعيات السبائك. احنا النهارده بنعمل عروضات على الشغل اللي عندنا في تصفيات مصنعيتها بمصنعيات السبائك. فده يبقى عارف يلتزم ذهب ويلبس وزينه وخزينه في نفس الوقت. اكيد طبعا. النهارده اما تاخد الذهب مثلا خدت 20 جرام 50 جرام 100 جرام، انت لابسهم مستفيد بيهم ومتميز بيهم وقطعة فنية ماشي بيها. تمام. البيت بيستفيد، وكده كده هتستفيد برضو، فلوسك معاك في نفس الوقت وما بتخسرش حاجة. الذهب بيزيد. طبعا. سؤال مفاجئ بقى، ذهب ومشغولات ولا الماظ؟ انا بص، الحتة دي بقى بالذات هي عاوزة اللي يكون غاوي الألماس او اللي يكون فاهم الألماس بمعنى اصح. لان النهاردة الألماس ده فن، عاوز حد يكون فاهمه. عندنا النهاردة في مثلا عميل لينا بيقول انا عاوز اللي هو الانسيال التنس، الفصول الكارتيه، عاوز الفصول الباجت، عاوز ده فاهم. ده عاوز حاجة معينة هيلبسها وهيتزين بيها، هو مزاجه فيها، هو عاوز الحتة دي عشان عجباه. تمام. طبعا احنا عندنا سياسة مع شركات، مع اعلى شركات في مصر. تمام. يجي دايموند، معانا ايرام، معانا افضل براندات واعلى شركات في مصر كلها ومؤديه. يعني سياستنا احنا بقى في المحل تختلف عن الجميع خالص. ازاي بقى؟ احنا معانا النهارده، انت جيت النهارده اشتريت مني قطعه الماس. تمام. كويس. انت فكرتك ان الالماس ده انا هشتريه، ما لو بعته بعد شهر ولا 2 هيخسر. تمام. لا، احنا بنطمنك من الناحيه دي خالص، ونقول لك انت لما بتشتري قطعه الماس من عندنا انت معاك سنتين استبدال من غير ما تخسر ولا جنيه. ده حلو قوي. هتقول لي طيب بعد السنتين، طب انا لو حطيت فلوسي في دهب، طب ما الدهب بيزيد بعد سنتين.
اقول لحضرتك انا بقيم لك قطعه الالماس دي لما بتشتريها حتى بعد السنتين، ولو سعرها زاد انا بزود لك في سعرها، انا مش باخدها منك ان هي ستاندر، لا، احنا بنقيمها، سعرها زاد بنزود لك في سعرها وبنمشي لك الدنيا، وخلال سنتين بتيجي النهارده. يعني ده فقط وحصري عند مجوهرات محمد السنباطي. السنباطي. لا وكمان ان الالماس بس برضو فيه ذهب، فالذهب برضو بيزيد. اكيد انت معاك الفريم ده دايما، الفريم ده ذهب، الاحجار دي هي فصوص الماس. فاحنا جينا طبعا، انت جيت لي بعد السنتين قلت لي انا واخد دي من سنتين وعاوز ابدلها بقطعه، سي مثلا انت واخد القطعه دي ب 10000 جنيه، تمام؟ جاء عجبك قطعه ب 15000، تمام؟ انا بدفعها حضرتك ال 5000 جنيه فرق بس، ما بخسركش اي حاجه في الالماس اللي انت واخده. ده بفضل الله شركات موفراه حصريا عند مجوهرات محمد السنباطي وفقط. فين بقى؟ بس فين؟ في في دمياط دمياط الجديدة. الجديدة أيوة. شارع البشبيشي، سنتين استبدال على الألماس من غير ما تخسر ولا جنيه. طيب عايزين بقى نعمل عرض لدمياط الجديدة بمناسبة أول السنة وبمناسبة الأعياد، خصومات لأهل دمياط، تحب تقول لهم إيه؟ بمناسبة رأس السنة طبعا، وكل سنة وحضراتكم طيبين. ومصر كلها بخير وطيبة، تمام؟ أكيد. فعايزين بقى عرض يعني نتميز بيه. مفيش مشكلة، احنا بفضل الله أي شبكة جاية لمدة أسبوع عرض 50% خصم على المصنعية للشبكة، هدية مننا للعريس والعروسة. احنا ممكن نعمل برضو عروضات على المشغولات، عندنا حاجات طبعا بمناسبة ان احنا في اخر السنة بنعمل تصفيات، نعمل عروض على المصنعيات كويسة جدا، حاجة يكاد تكون بمصنعية السبايك على المشغولات، تعالي نقي اللي انت عاوزاه واختاري اللي انت عاوزاه بمصنعية السبايك. يجوا فين؟ يجوا عند مجوهرات محمد السنباطي اكيد. محمد السنباطي في أصل الحكاية، خليك معايا. دهب فالصو في دمياط الجديدة، الناس بدأت تمشي في الشارع ماسكة دهب فالصو ويخشوا المحلات عايزين يبيعوا الدهب الفالصو. ايه حكاية الدهب الفالصو في دمياط الجديدة؟ تعالى هنشوف في أصل الحكاية. دخل لي زبون، تمام، جايب طبعا علبة المجوهرات بتاعته وعاوز ان هو يبيعها، تمام؟ فاحنا طبعا فحصنا الحاجة اللي هتتباع وشوفنا كل حاجة فيها، لقينا فيها قطعة مش ذهب، قطعة اكسسوار. عرفتها ازاي بقى؟ لا دي بقى اقول لك بعدين. فالقطعة الاكسسوار دي طبعا حاجة مش ذهب، فوزننا الذهب وبنقول له القطعة دي مش ذهب، فهو استغرب جدا. طبعا هو قال لي طب انت عرفت ازاي ان دي مش ذهب؟ حلو. فاخدت القطعة، اول حاجة علشان الذهب الاصلي يبان معاك بيبقى عليه دمغة، الذهب بيبقى عليه دمغة اللي هي مصلحة الدمغة والموازين، الدمغة الميري الحكومي طبعا، تمام. في حاجة تانية غير الدمغة، النهاردة الشركات كلها زي مثلا ايجيبت جولد، زي لازوردي، اندريا، الشركات العملاقة دي، كيرمينا مصر، طبعا كل الشركات المحترمة دي بتنزل لوجو على القطعة الذهبية اللي هم بينزلوها. النهاردة لو مثلا منزلين دبلة مثلا، تلاقي الدبلة عليها اللوجو بتاع الشركة بتاعتها، وبتلاقي الدمغة اللي هي بتاع الحكومة، تمام؟ فدي قطعة أصلية 100%، دي حاجة محترمة نازلة من شركة محترمة، حاجة نثق فيها. طيب حضرتك في شغل مثلا من زمان مفيش عليه لوجو شركة ومفيش عليه، في أحيانا بيجي لي حاجة مفيش عليها أصلا دمغة، تمام؟ فإزاي إن احنا نعرف القطعة دي ذهب ولا لأ؟ احنا طبعا بخبرتنا بنشوف المعدن ده ذات نفسه ايه، في حاجة زي محك بناخد عليه بيبين لنا القطعة دي اذا كانت اصلية او لا. في حاجة اسمها شيشني، تمام، ده لو يعني احنا مش قادرين نتوصل لعيارها ايه بالظبط بناخدها على الشيشني، بنعرف عيارها ايه بالسهم الواحد، بيبين لنا كل حاجة. انما القطعة كمعدن الذهب ذات نفسه المعدن بيبان معاك، احنا بخبرتنا بنعرف اذا كان دي ذهب ولا لا.
فكل حاجة احنا بننصح طبعا العملاء بتوعنا لما يجي يشتري قطعة ذهب بتلاقي عليها الدمغة، بتلاقي عليها اللوجو بتاع الشركة، اللوجو بتاع المصنع، حاجة محترمة جدا. بفضل الله كل تعاملنا مع أعلى شركات في مصر، ايجيبت جولد، لازوردي، اندريا، ماستر، كيرمينا، الشركات دي كلها محترمة جدا. وشركاء النجاح. أكيد طبعا. شركاء النجاح. أكيد جوهرات طبعا. السنباطي أصل الذهب في دمياط الجديدة. منافسة في الذهب فين؟ في دمياط الجديدة. وجينا بكاميرا أصل الحكاية نعرف أصل المنافسة الشرسة اللي موجودة في دمياط الجديدة. احكي لنا بقى إيه اللي حاصل في دمياط. في أصل الحكاية مجوهرات محمد السنباطي، طبعا احنا بنتميز بالمصنعيات بتاعتنا، بالموديلات بتاعتنا. بفضل الله أرقى تشكيلة في جمهورية مصر العربية، تمام، أحدث موديلات نزلت في السوق المصري في الجمهورية، حاجة مميزة جدا. وده سبب المنافسة بتاعتنا حوالينا يعني عموما. بفضل الله اللي بننزل حاجات محترمة جدا، أرقى موديلات نزلت في المصنع بتكون عندنا، وده بتوفيق ربنا وبفضل الله. ان احنا ما بنبخلش في الحاجة، ان احنا نحاول نجيب المصنعات القليلة، ونحاول نجيب الحاجة اللي هي مش احسن حاجة، او الحاجات البواقية والكلام ده. بفضل الله بنجيب الترندات، بنجيب افضل شيء في المصنع بالكامل، موديلات مميزة عشان تناسب الذوق بتاع دمياط الجديدة. النهاردة دمياط الجديدة مش بلد عادية، النهاردة بفضل الله دمياط الجديدة يعتبر أرقى بلد في جمهورية مصر العربية، تتميز بالزبون بتاعها المحترم، الزبون الكويس. فلازم نكون عند حسن ظن العميل، ان احنا لازم نجيب قطعة تناسب الذوق بتاع دمياط والفكر بتاع دمياط. ده مش سهل، يعني مش سهل ان هو حد يشوف الذوق المميز ويجيبه. لا، بفضل الله احنا هنا في مجوهرات محمد السنباطي بنتميز بالحتة دي. النهارده تعالى نقي الموديل اللي يعجبك، وبفضل الله حاجة محترمة جدا، مصنعيات كويسة جدا، يكاد يكون بسعر المصنع، هامش ربح بسيط. يعني تنورونا في مجوهرات محمد السنباطي، ان شاء الله نكون عند حسن ظن عملائنا باذن الله. اكيد طبعا. فالمكان طبعا اللي في العبور كويس جدا. الناس كلها بدأت تنتقل من الصاغة القديمة، بدأت تنتقل للصاغة الحديثة هناك، لان احنا عاوزين نعمل سوق كويس جدا يليق بالتجار المحترمين ويليق بالصاغة بتاعتنا. شيء كويس ان احنا نحدث من نفسنا طبعا، ان احنا يبقى فيه لينا مكان كويس طبعا. ان طبعا في تجار كتير طبعا انتقلت من الصاغة القديمة للصاغة الحديثة، وده شيء كويس جدا. عندك طبعا مصانع نقلت فعلا، ده بالفعل في جملة، في تجزئة، في قطاعي، في اكتر من 200 محل مجوهرات بس في منطقة واحدة. فده هيدي سوق، زائد ان طبعا في مساحات واسعة، في بارك زي ما قلنا. ده هيسهل العميل جدا ان هو هيجي ويبقى مستريح. اكيد طبعا، واحنا نتمنى لهم كل خير وربنا يوفقهم يا رب. فاصل الحكاية خليك معايا. إشاعة في دمياط كلها بيتقال إن دمياط العيار الذهب واطي. يعني إيه واطي في دمياط؟ ومجوهرات السنباطي هنوضح المعلومة دي من خلال حضرتك. طبعا في شركات، هي مش شركات، هي يعتبر ورش، بتنزل شغل مش كويس، والنهارده يقول لك تعالى ادي لك مصنعيه ب50 جنيه و70 جنيه وشغل جديد. ده طبعا احنا بنحذر الناس وبنحذر عملائنا من الموضوع ده، لان هو النهارده هيدي لك مصنعيه قليله، هتيجي انت وانت بتبيع تتضر في الحاجه اللي انت اشتريتها دي. ليه بقى؟ لان العيار بتاعها مش كويس. النهارده مصنعيات الذهب اعلى من ال50 جنيه وال100 جنيه وال200 جنيه. فالنهارده ان انا اقول لك تعالى خد مصنعيه ذهب 50 جنيه وحاجه جديده، فاحنا بنحذر العملاء بتوعنا
ان الشغل ده مش مضمون، مش كويس. النهارده بفضل الله احنا في مجوهرات محمد السنباطي ما بنشتغلش الا في حاجات ماركات وحاجات محترمه جدا، زي ما ذكرنا طبعا المصانع اللي احنا شركاء نجاحنا والمصانع المحترمه اللي احنا اشتغلنا معاها. النهارده هيجي يقول لك تعالى اشتري مصنعيه قليله، تعالى انا عامل مش عارف كلام من ده. لا طبعا، العيار الواطي ده بيبقى القطعه مثلا شغل ورش ما فيش عليه لوجو، شغل مجهول الهويه، فده بنحذر عملائنا منه. بلاش من الموضوع ده خالص، لان انت النهارده لما تيجي تبيع القطعه دي، النهارده هناخد نعمل عليها شيشني وهنقول لك دي عيارها مش مظبوط وهتخسر فيها. النهارده انت وفرت 50 جنيه 100 جنيه في المصنعيه، هتحطها 200 و300 جنيه. فالموضوع المصنعات القليله دي ال 50 جنيه وال70 جنيه بلاش منه خالص في الذهب الجديد، لان ده عياره ما بقاش كويس وحاجه مجهوله الهويه، مش مصنع محترم، ماهوش منتج كويس، فبلاش منه خالص. ويلتزم ان في دمغه على الشغل من جوه. اكيد احنا بننبه على عملائنا ان لازم طبعا الشغل بتاعنا بيبقى عليه الدمغه بتاعه هيئه الدمغه والموازين، بيبقى عليه اللوجو بتاع المصنع، بيبقى شغل زي ما بنقول كده بيضرب نار. وطبعا بفواتير. اكيد طبعا الشغل اللي بتاخده من المحل بيطلع له فاتوره، فانت النهارده ما اخدتش فاتوره، خدت شغل مجهول الهويه، ده شغل مش مظبوط خالص. طب وفي اصل الحكايه ومن مجوهرات السنباطي خدمه ما بعد البيع، هل عندك خدمه ما بعد البيع ولا لا؟ بص بفضل الله احنا بننفرد بالجزئيه دي. النهارده في عميل مثلا من 5-6 سنين خد قطعه، تمام، اتبهدلت معاه، الفصوص وقعت منه، الكلام ده كله احنا بناخدها من العميل بتاعنا، بنظبط له الفصوص بتاعتها، بنلمعها له هديه مننا ليه كمان، وبنسلمها له بدون اي مقابل. في اصل الحكايه وفي نهايه الختام من الحلقه دايما العميل هو اللي بيختم الحلقه. بنشكر برنامج اصل الحكايه مع عماد كودك ان هم نورونا في دمياط الجديده، وانتظرونا يوم الخميس ان شاء الله. كان معاكم مهندس محمد السنباطي، مجوهرات محمد السنباطي، دمياط الجديدة، شارع البشبيش، في برنامج أصل الحكاية مع عماد كودك. برنامج أصل الحكاية مع عماد كودك كل يوم خميس.